ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لسه مخلصه معاكم الفيديو الاولاني وكنا بنتكلم عن نصايح للمحجبات، ازاي تقدري ان انتي ما تحسيش بالحر وكمان تعملي خطوات بسيطه جدا تستفيدي منها. خلصنا الفيديو ده وقلت لكم فيه ان انا هعمل لكم لفات طرح بسيطه وسهله مناسبه لموسم الصيف، وكمان مناسبه لو انتي بنوته صغيره ولسه مبتدئه في الحجاب. يلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا على طول. اول لفه عملتها معاكم قبل كده وهي اللفه اللي انا عاملاها دي، ولكن انا هرجع اعيدها معاكم مره تانية علشان لو ما شفتهاش او لسه برضو في بنات بتسالني هنادي انت لفه الطرحه بتاعتك دي ازاي. اللفه بسيطه وسهله ومناسبه جدا لموسم الصيف. طبعا انا هفك الطرحه. طبعا انا كلمتكم في الفيديو اللي فات عن البندانه دي وعن البندانه برضو اللي واقفه، فلو ما شفتيش الفيديو ارجعي شوفيه وتعالي بقى كملي معانا اللفات البسيطه والسهله. لو انا مش هلف الطرحه قدامكم اكيد مش هلبس الحجاب السوري من تحت علشان طبعا ما احسش بالحر اكتر. بس كده يا بنات، انا بحط الطرحه دي طرحه كريب، بخلي الطرف ده قصير والطرف ده طويل، وبعد كده برجع اجيب دبوس بثبت بس الطرحة، وممكن تدخليها في البندانة بتاعتك عادي جدا، بس انا بحب اثبت الطرحة دي بالدبوس يعني. بجيب اي غويشة عندي، ولو مش حابة انك تجيبي غويشة انت ممكن تعمليها بايديكي، بس الغويشة بتخلي الطرحة متتفكش منك بسهولة. فانا هجيب الغويشة دي وبحطها كده وبدخل ايدي من جوه، ببدأ اعدي الطرف الطويل وببدأ اشدهم كده. طبعا انت ممكن دي اول لفة كده يا بنات، دي اول لفه. بصوا لو انتي بتحبي الطرحه بتاعتك تكون نازله من على الكتف بالشكل ده، فدي اول لفه طرحه سهله جدا بسيطه، ما حطناش طبقات على شعرنا وفي نفس الوقت الطرحه خفيفه، فدي اول لفه كده. طبعا دي ممكن تثبتيها بدبوس وممكن تسيبيها هي كده كده، حتى لو نزلت انتي بترفعيها بسهوله جدا. نيجي بقى لتاني حاجه، بنفس الوضع هلف الطرحه من على رقبتي، ودي بقى طرحتي المفضلة او اللفة المفضلة بالنسبة ليا. ممكن تسيبيها برضو كده، دي انا ساعات بعملها، ودي تاني واحدة، دي كده تاني واحدة. اجي لتالت واحدة بنفس اللفة بنفس التكنيك، هاخد الطرف ده وهعديه في الغويشة او الاسورة بتاعتي كده، وده الشكل التالت بتاعها. ده شكلها كده يا بنات، على فكره الطرحه دي مفضله بالنسبه ليا، شكلها حلو قوي. نيجي بقى لو حابه ان انا الف طرحه تانية او شكل مختلف كده. احنا عرفنا لو احنا عندنا طرحه كريب انت ممكن تلفيها بكذا طريقه، وممكن تستغني كمان عن دي خالص، يعني ممكن تستغني عن الاسوره، وهتجيبي دي كده وهتلفيها حوالين رقبتك بالشكل ده كده، ده من غير اي حاجه يا بنات، برضو تفرديها من قدام كده. ده شكلها من غير اي اسوره، شكلها برضو حلو ومناسق، يعني مناسب جدا لموسم الصيف. طب اجي بقى على طرحة تانية، هنلفه مع بعض طرحة تانية، ودي طرحة مناسبة جدا لموسم الصيف. طبعا لو مشفتيش الفيديو اللي انا عملته معاكي عشان تعرفي تختاري الطرح المناسبة للصيف، فروحي شوفي الفيديو اللي قبل ده وتعالي كملي برضو معانا الفيديو ده عشان تبقي عارفة احنا بنتكلم على ايه. بس بصوا الطرحة عرضها كبير جدا ولكن مش بتحررك خالص. انا كل اللي هعمله ان انا احطها كده. بصوا بقى يا بنات، الطرحه دي ما بحطش فيها دبابيس خالص، انا كل اللي هعمله ان انا هحط ايديا هنا واحطها في البندانه بتاعتي، لكن ما بيتحطش فيها دبابيس خالص عشان تثبت معاكي بسهوله جدا. بصوا بقى انا هرجع للطرف ده، طبعا انا خليت الطرف ده قصير والطرف ده اللي طويل، بلم الطرف ده بشكل مرتب كده، واخد دي بقى الفها على رقبتي، اخد اول واحده وارجع تاني من هنا كده يا بنات، اخد التانية والمها كده. ده برضو بيكون شكلها كده، شكلها حلو جدا ومرتب جدا. وبصوا من ورا وده من قدام، مناسبة معاكي جدا في موسم الصيف. دي برضو لفة ممكن تلفيها
لو عندك ماتيريال طرحه شكل دي او زي دي، او انت حابه انك تغيري في اللفات بتاعتك دي، برضو هتكون مناسبه وبسيطه جدا. طب في حاجه تانية انا ممكن اعمل كده لو مش حابه ان انا اضيفها لورا يعني، وده برضو هيكون شكلها. كل اللي انا عملته ان انا اخدت الطرف بدل ما اعمله كده، لا سبته كده هيلسي، وده برضو بيكون مناسب لما بتكوني لابسه شميس من قدام او حاجه عايزه تبينيها، ده هيكون حلو جدا معاكي. كده احنا لفينا اكتر من لفه. يا رب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. وطبعا قبل ما تمشوا ما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر لفه عجبتكم وهتطبقوها كمان، وابعتوا لي الصور على الانستجرام. وبس كده، اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.